أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة حصريا قتل جنود مصريين شابا فلسطينيا يعاني اضطرابات نفسية وعقلية بعد تجاوزه الحدود البحرية الفلسطينية المصرية بأمتار قليلة غرب مدينة رفح يوم أمس الخميس. وتظهر المشاهد الشاب الفلسطيني وقد بدا عاريا تماما وهو يجتاز المنطقة الساحلية الحدودية قبل أن يطلق عليه الجنود المصريون المتمركزون في الثكنات العسكرية على الحدود النار بشكل مباشر دون إنذار أو تحذير. وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن رجال الأمن الفلسطينيين صرخوا على الجنود المصريين لوقف إطلاق النار على اعتبار أن الشاب كان يتصرف بطريقة تعكس اضطراباته النفسية، لكنهم لم يستجيبوا وأصروا على إطلاق النار المباشر عليه وقتله. وبعد التأكد من قتل الشاب نزل الجنود المصريون إلى الشاطئ وسحبوا جثته، حيث ما زالت السلطات المصرية تحتفظ بها ولم تسلمها إلى الجانب الفلسطيني. وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن الشاب القتيل هو إسحاق خليل حسان من حي الزيتون جنوب غزة، ويبلغ من العمر 28 عاما، وأكدت عائلته أنه يعاني اضطرابات عقلية. ومعنا من غزة أحمد حسان ابن عم الشاب إسحاق حسان الذي قتله الجيش المصري على حدود رفح. سيد أحمد، تعازينا لكم في البداية، هل تسلمتم جثة إسحاق أم بعد؟ يا سيدة الفاضل، السلام عليكم. أول بنحيي قناة الجزيرة وبنشكرها على الإعلام الطيب هذا. ثانيا احنا اللهم صل على سيدنا محمد، بالنسبة للشاب يعني لحتى الآن ما في عندنا معلومات كافية ومش راضيين يسلمونا إياه اللي هو السلطات المصرية. فاحنا كعائلة حسان بنحمل المسؤولية للسلطات المصرية، لأنه هذا فعل غير لائق وغير أخلاقي. الشاب هذا في عنده خلل عقلي، والسلطات المصرية أطلقت عليه طبعا بدون تحذير أو بدون إنذار مسبق، فأصابته إصابة دقيقة وتم استشهاده حسب العلم اللي وصلنا. وإحنا من الصبح بنطالب السلطات المصرية إنه تسلم جثمان الشاب هذا اللي هو ندفنه، فالسلطات المصرية مش متجاوبة معانا. فاحنا بنقول لك على الهواء انه الشاب هذا بكل صراحة، هذا الشاب عنده خلل عقلي من 5-6 شهور، وما في يعني عنده عقل كامل انه نقول الرجل هذا عاقل او الشاب هذا بكامل وعي مثلا انه يروح في منطقة شالح او يمكن شفتوا انتم على قناة الفضائيات واضح جدا من الصور سيد يعني أحمد، نشاهدها الآن ونعيد مشاهدتها. ما نبهت ولا اعطت اي فرصة، وتم اطلاق النار مباشر على الشاب. الآن المشاهد واضحة، وكنا نشاهد أن رجال الأمن الفلسطينيين أن أحدهم كان ربما يوجه صرخاته إلى الجنود المصريين ويخبرهم بإشارات من بيديه بأنه يعاني من اضطراب عقلي ونفسي. هل كانت أصواتهم مسموعة لدى الجنود المصريين وكانت واضحة؟ والله أخت الفاضلة، هو بالنسبة المسافة اللي بين إخواننا المصريين وبين الفلسطينيين ما في مسافة تقريبا يعني بتتجاوز 70 متر أو 100 متر. فلو يعني خلال صوت، لو حدا زعق صوت مثلا من الجانب المصري على بعد 60-70 متر طبعا أكيد حيسمعوا. لكن السلطات المصرية متعمدة إنه تقتل الشاب هذا، ومش أول شاب من عائلة حسان يتم استشهاد على ايدين المصريين. طبعا في ناس كثير من شعبنا بيتعرض لإطلاق النار، من صيادين، من ناس مواطنين عاديين ما بتحققوا من هذا الشيء وبتهموهم اتهامات غير صحيحة، لأنهم شباب هذول عزل وما في ايديهم سلاح، وما في أي مشاكل مع الجانب المصري بالنسبة للفلسطينيين. لكن احنا اللي بدنا نفهمه وبنسأله كعائلة حسان انه احنا اللي بدنا نقوله انه يا شعب مصر، يا جنود مصر، بنوجه الرسالة لكل المصريين. احنا ايش سوينا للشعب المصري انه احنا اولادنا يتذبحوا، اولادنا يستهدفوا؟ ايش السبب؟ ايش بدكم اياه منا؟
أحمد ولحتى حسان. الآن إنه ابننا في الطرف المصري مش راضيين يتجاوبوا معنا أو سلمونا أحمد إياه. حسان ابن فإحنا عم الشاب بنطالب إسحاق حسان الذي قتله الجيش المصري على حدود رفح، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك.